بالأمس بريطانيا وأمريكا شافوا بأن من الحكمة ومن الصواب غزو العراق، وأقنعوا العالم بذلك، وخذوا الضوء الخضر فغزوا العراق. قبل سنة بوش اعترف بأن غزو العراق كان خطأ. الرئيس الحالي ديال أمريكا اعترف بأن غزو العراق كان خطأ. بلير ديال الإنجليز اعترف لهم وهجموا عليه الصحفيين والسياسيين بداك التصريح اللي قال بأن بريطانيا أخطأت بالدخول في غزو العراق. إذن بالأمس لقيتوا بأن الحكمة والمعقول هو غزو، واليوم كتقولوا بأنه خطأ فادح. ربي سبحانه وتعالى ما كاينش الخطأ في التشريعات ديالو لأنه حكيم. شوف الأحكام والقوانين ديال البشر كيفاش دايره. إبادة أمة بأكملها، أمة تقتلت بأكملها ولا زالت تقتل، ويجي واحد دابا يقول لك بالصراحة احنا كنعتذروا راه غلطنا منين غزينا العراق. غلطتي منين غزيتي العراق؟ ايوا زيد دفع الثمن. لابد من محاكمته. بوش خصو يتحاكم، بلير خصو يتحاكم، كاع هادو اللي غزاو العراق واعترفوا بأنه كان خطأ. فين هي محكمة العدل الدولية؟ ولكن كما قلنا الظلم هو الذي تنتهجه أمم الأرض الآن، وخاصة الأمم المتفوقة عسكريا.